في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وأثناء قيام فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالكرمة بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة بدورية مشتركة عبر إقليم الاختصاص، وفي حدود الساعة 9 ليلا لفت انتباههم شاحنة من نوع إيسيزي تبدو على سائقها علامات توتر. بعد توقيف المركبة وتفتيشها عثر بها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، والتي قدرت ب 10787 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. سيتم تقديم صاحبها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السينيا حول جنحة حيازة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، انعدام فاتورة الشراء، وممارسة نشاط نقل البضائع بدون رخصة. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة تحقق في القضية.